قدم شوي رفاق وكتيان نابه. تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد والمفكر عبد الله أوجلان واختطفته في عملية قرصنة دولية لا نظير لها على مدى التاريخ. لقد كانت هذه المؤامرة إشارة لبدء شن هجوم وحشي من قبل أنظمة الاستبداد والقمع على إرادة الشعوب في التحرر. ولقد كان استهداف القائد عبد الله أوجلان هو استهداف للفكر والإرادة الحرة التي رفضت الاستسلام ولم ترضخ لإغواءات السلطة وإغراءاتها، وتحدت كل الصعوبات والتهديدات بما في ذلك تهديدات التصفية الجسدية، لكي يكون وفيا لمبادئه وقناعاته في أن حرية الشعوب تتحقق في اتحادها الاختياري وبناء إرادتها وإدارتها الحرة البعيدة عن أنظمة السلطة وسياسات الاحتكار والسلب والنهب. مضى ما يقارب من ربع قرن من الزمن والقائد عبد الله أوجلان يخوض نضالا وكفاحا لا هوادة فيه في سجنه الانفرادي، متحديا كل الصعوبات والتحديات وبروح عالية من الإيمان والشعور بالمسؤولية التاريخية. لقد طور في مفاهيم الكفاح الوطني وحلل بنية الدولة القومية وطور فلسفة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب كمشروع سياسي وبديل حقيقي لنموذج الدولة القومية التي لم تمنح شعوب هذه المنطقة سوى الفقر والعوز والاحتراب الذي لا طائل منه. إن أفكار القائد التي أثرت بشكل مباشر في شعوب ومكونات سوريا والتي بموجبها نظمت نفسها وضمت كل مكونات الشعب السوري وبنت إدارات ذاتية ومدنية على أساس فكري للأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب التي بثت الرعب في أوصال الدولة التركية وجعلتها تستشعر الخطر الذي يتهدد مفهوم الدولة القومية، ولذلك فرضت عليه عزلة كاملة في سجنه ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط، دون أن تعي أن التاريخ قد أثبت بأنه يمكن سجن الأشخاص ولكن للأفكار أجنحة لا تحدها الأسوار. إننا وباسم المبادرة الشعبية لإنهاء العزلة وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان وباسم المؤتمر الإسلامي والمؤسسة الدينية في الرقة وباسم كل مكونات شعبنا في شمال وشرق سوريا ندعو المجتمع الدولي
وكل المنظمات المهتمة بالقانون وحقوق الإنسان وكل القوى الديمقراطية والمحبة للسلام إلى رفع وتيرة النضال والضغط على الحكومة التركية لإجبارها على إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق لإنهاء الحروب وسياسات القتل والإجرام والإبادة.